ازيكم حبايبي ومشاهديني، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. النهارده بقى قلنا نعمل معاكم بسبوسة السعادة الجميلة دي. أحلى بسبوسة زي ما الكتاب قال بالظبط. أنا عملتها المرة دي، أنا عاملاها في القناة كتير بس عاملاها بطريقة مختلفة. عاملة البسبوسة السايبة النهارده، حاطة عليها جزء من الأكياس مع السايب. بتحطي حوالي نص كيلو كده، يعني الصينية اللي عندي هتاخد نص كيلو من البسبوسة. ببدأ طبعا زي ما انتوا شايفين عملتها بالقشطة، وشايفين القوام والجمال والحلاوة والعسل، حاجة كده قمر وزي العسل وتسهل بقكم. وألف هنا وشفا للي حابب يجربها. يلا نسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد ونقول عملنا ايه. معانا نص كوبايه من السمنه، كوبايه الا ربع من اللبن. انا واخده كده كوبايه بس هاخد منها كوبايه الا ربع. ومعايا نص كوبايه السكر. طبعا لسه العسل هقول لكم هنعمل ايه. في حله على النار كده او طاسه هننزل بالنص كوبايه سكر، وعليها يعني اقل من ربع كوبايه ميه شويه، وهسيبه يتكرمل. انا ممكن اكرملها من غير ميه بس انا حبيت اعملها بالميه عشان ما تدينيش اللون الغامق. انا عايزه لون فاتح عسلي، يبقى القوام البسبوسه اللون اللي انا عايزاه. شايفين حبايبي؟ وهسيبها على النار وابدا اقلبها لحد ما تكرمل معايا. تاخد بتاع 5 دقايق كده لحد ما تديني اللون العسل اللي انت شايفاه ده دلوقتي. يلا نسمي الله ونقول هنعمل ايه تاني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ننزل باللبن بتاعنا تدريجيا. حطينا كوبايه الا ربع بالظبط لبن. تنسيش بقى، هنكمل معاكي الوصفه. وما تنسيش الاشتراك في القناه يا جماعه، فعلوا لنا القناه عشان نعمل معاكم. والله انا عندي افكار وحاجات جميله، بس حاولوا تساعدوني ان انتوا تفعلوا لي القناه عشان ابقى معاكم. رايك واشتراك وشير كده عشان ايه؟ تشوفوا كل الحاجه الجديده اللي انا هعملها، واحاول اعمل معاكم اقصى يعني او اكتر فيديوهات انتوا تحبوها. بدات كده خلاص، ادتني اللون العسلي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا انزل بالبسبوسه بتاعتي. حطيت سايب على كيس، وحطيت حوالي معلقه ممسوحه صغيره من بتاعه شاي من البيكنج باودر. قلبت كويس المكونات بتاعتي، قلبت كده لحد ما تجانست كل المكونات. خلاص هنزل بالسائل بتاعي. طبعا دي بسبوسه مش الكيس بس، انا مزوده كوبايه من البسبوسه العاديه، حوالي كله نص كيلو بسبوسه. حطيت كده المكونات بتاعتي وقلبت تقليب خفيف جدا. انا ما بعجنش، بقلب بالمعلقه. وابدا في صينيه مدهونه سمنه حوالي مقاس 28، وابدا انزل بالبسبوسه بتاعتي عشان اخد قوام المحلات اللي انت بتشتريه. مش هعملها قوام سمك رفيع، انا عايزاها سمك اقل حاجه مثلا 2.5 سنتي كده، تاخد لي او 2 سنتي، تديني قوام اللي انا بشتريها. انا عايزاها زي المشويه بالظبط. فانا دلوقتي بعمل لك البسبوسه زي ما الكتاب قال وزي ما بنشتريها. عايزه عندك مكسرات اي حاجه تحطي عليها. لو عايزه تحطي قشطه طبعا بعد ما بتخرج وبتبرد بحط القشطه، لازم تبرد، ما بحطهاش وهي سخنه. ابدا اقطعها كده تقطيع خفيف بالسكينه عشان طبعا ما تقبش معايا وتبقى قوامها حلو. وطبعا الفرن عندي شغال على من 180 ل 200 حسب فرنك. وهسيبها حوالي تلت ساعه، لان دي البسبوسه دي بالذات ما بتاخدش وقت كبير. في اثناء ما هي احطها في الفرن بعمل العسل بتاعي. حوالي كوبايه ونص من السكر على كوبايه ونص من الميه، وهبدا انزل بالميه بتاعتي كوبايه ونص على عصره ليمونه. باخد خلاصه الميه بتاعت الليمونه، مش الخلاصه، مش اللي بابت الليمونه، باخد الميه فقط عصره. وابدا انزل على النار، بتاخد لها من 5 دقايق ل7 دقايق كده تغلي معايا غلوه غلوتين. وابدا انزل بالفانيليا. خلصت كده العسل بتاعي يكون يعني النار لحد ما يغلي معايا، على ما البسبوسه بتكون اتعملت. اخدت معايا بالظبط من ربع ساعه لتلت ساعه وادتني اللون اللي انا عايزاه. بدات نزلت الشربات سخن على البسبوسه وهي سخنه. وبقولها المره التانية يا جماعه، البسبوسه تكون سخنه، العسل سخن على النار. هي دي اللي بتديكي البسبوسه اللي هي بتاعت المحلات الجاهزه. وهتشوفيها دلوقتي زي الجاهزه ولا لا، وانت اللي هتحكمي وتقولي لي في الكومنتات عجبتك ولا لا ولو جربته. وما تنسيش تشيري الفيديو لحبايبك. انا واثقه من الفيديو بتاعي ان هيعجب الناس كلها ان شاء الله. شايفين حبايبي؟ ابدا كده بقى بردت شويه وهديت معايا 10 دقايق ربع ساعه. ابدا اقطعها، مش هقطعها وهي سخنه عشان ما تفرولش معايا. هتبدا تطلع معايا قطعه بقطعتها بالشكل ده. معلش انا بتكلم بسرعه عشان الفيديو، معلش اسفه جدا، بس عشان انتوا تستفيدوا بكل كلمه انا بقولها في الفيديو. شايفين حبايبي؟ هقطع بقى القطع واخرجها كده بالبتاع اللي هو اللي زي انتوا شايفينه ده، انا مش عارفه اسمه. او عندك اللي هي السكينه التقديم دي. تمام. شايفين حبايبي شكلها والقطعه عامله ازاي وشكلها؟ مش عايزه اقولك على جمالها وطعمها كان عامل ازاي. ده يا جماعه للي حابب يعمل بسبوسه زي الجاهزه بالظبط، دي الطريقه المثلى ليها.
الطريقه اللي عمرها ما هتخيب ولا تبوظ معاكي ابدا، وهتبقى هتشرفك في عزوماتك. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي.